استبعاد الجزائر من دورة ألعاب البحر المتوسط للسيدات تحت 17 عاماً. في خبر جديد، تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضربة تنظيمية قوية بعدما تأكد استبعاد المنتخب الجزائري للسيدات تحت 17 عاماً من المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر تنظيمها في إيطاليا، وذلك على خلفية أزمة إدارية حادة فجرتها اللجنة المنظمة بسبب معايير احتساب السن القانوني للاعبات. وبحسب المعطيات المتداولة، بدأت الأزمة عندما رفضت اللجنة المنظمة المصادقة على أهلية عدد من اللاعبات البارزات في صفوف المنتخب الجزائري، بعدما اعتمدت في احتساب أعمار اللاعبات على التاريخ الكامل للميلاد، أي اليوم والشهر والسنة، بدل الاكتفاء بسنة الميلاد فقط، وهي الآلية التي تختلف عن بعض المعايير المعتمدة في مسابقات أخرى تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي. هذا الاختلاف في طريقة احتساب السن وضع المنتخب الجزائري في موقف بالغ الصعوبة، خصوصاً أن عدداً من اللاعبات الأساسيات لم يتم اعتمادهن في اللحظات الأخيرة، ما أربك حسابات الطاقم الفني بشكل كبير، وجعل إمكانية تعويضهن بلاعبات أخريات أمراً معقداً للغاية بسبب ضيق الوقت وقرب انطلاق المنافسة. ولم تتوقف الأزمة عند المنتخب الجزائري، إذ واجه المنتخب الإسباني بدوره المشكلة نفسها بعدما رفضت اللجنة المنظمة تسجيل 4 لاعبات بسبب عدم استيفائهن للمعايير العمرية المحددة للمسابقة. وبعد هذه التطورات، اتخذت اللجنة المنظمة قراراً باستبعاد المنتخبين الجزائري والإسباني نهائياً من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في قرار مفاجئ غير بشكل كامل شكل المنافسة وبرنامجها. وبسبب هذا الاستبعاد المزدوج، اضطرت اللجنة المنظمة إلى إعادة النظر في نظام البطولة، حيث تم إلغاء نظام المجموعتين والانتقال إلى نظام المجموعة الواحدة، لتقام المنافسات بمشاركة 5 منتخبات فقط، وتضم القائمة الجديدة كلاً من منتخب إيطاليا والمنتخب المغربي والمنتخب البرتغالي ومنتخب سلوفينيا، إضافة إلى منتخب كوسوفو. وبذلك تحولت الأزمة الإدارية المرتبطة بمعايير السن إلى ضربة قوية للمنتخب الجزائري، الذي كان يستعد للمشاركة في هذه المنافسة قبل أن يجد نفسه خارج البطولة في اللحظات الأخيرة. كما استفاد المنتخب المغربي بشكل مباشر من التغييرات التي طرأت على نظام المسابقة بعد تقليص عدد المنتخبات المشاركة. ويبقى هذا الملف مثالاً واضحاً على أهمية التدقيق في شروط التسجيل والأهلية العمرية قبل خوض البطولات الدولية، خصوصاً أن أي اختلاف في تفسير اللوائح أو تطبيقها قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة، ليس فقط على مستوى قائمة اللاعبين، وإنما على شكل البطولة وبرنامجها بالكامل. والآن، بعد استبعاد الجزائر وإسبانيا، ستتجه الأنظار إلى المنافسة الجديدة بين المنتخبات ال5 المتبقية، وعلى رأسها المنتخب المغربي، الذي سيحاول استغلال هذه الفرصة وتقديم مشاركة قوية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. شكراً لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.